وليد البطوطي ابن عم جميل البطوطي طلع للإعلام وصرح وقال إن جميل كان بيدافع عن الطيارة، وإن دي مش عملية استشهادية زي ما هما بيقولوا. وقال كمان إن كان في شخصيات عسكرية كبيرة كانت راجعة على نفس الرحلة، وإن كمان ممكن يكون في عمل خارجي أو تدخل عدائي. والكلام ده فتح نظريات تانية، إن الطيارة مثلا اتضربت بصاروخ أو اتعرضت لهجوم إلكتروني، وعشان كده البطوطي طفى المحركات. وده لأن أي صاروخ بيمشي ورا المحركات، فلما جمال لما شاف الصواريخ جاية عليه طفاها. ودي كانت نظرية طلع قالها وليد بن عم. والتحليل المصري قال إن هو كان ممكن يكون يمنع خلل أو حريق حصل في النظام الآلي، يعني بالعربي كان بيحاول ينقذ الطيارة مش يدمرها. وفي لحظة الرعب دي قال الجملة اللي بيقولها أي مسلم وقت الموت: توكلت على الله. والتحقيقات قعدت استمرت لمدة سنين، والمجلس الأمريكي قال إن هي عملية استشهادية متعمدة. لكن التحقيق المصري قال العكس تماما، قال إن السبب فني والطيار بريء. والرئيس حسني مبارك وقتها رفض التقرير الأمريكي علنا، وقال إن اللي بيقولوه ده مش منطق ولا مقبول، وخصوصا إن وقتها كانت العلاقات المصرية والأمريكية كانت متوترة شوية. وجود ضباط مصريين على الرحلة خلى الناس كلها تشك إن في حاجة، وإن دي مش صدفة. والنهاردة بعد أكتر من ربع قرن لسه محدش يعرف الحقيقة.